المحور الثاني، السؤال الثاني: ما رأيك في خطاب منافسك؟ هو لازم نقول يعني على كل حال كل الكلام اللي قاله هو وجماعته في أنا مش صحيح، لكن نقول له الله يهديك ويهديهم، علما وأن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. منافسك يعتبر أنك تمثل النظام السابق، لست ديمقراطيا، ويعتبر أنك لن تفوز إلا بالتزوير، وفي صورة فوزك يخشى من التغول والهيمنة. كيف ترد على هذا الكلام؟ ثم خشي إلا من واحد برك، هو اللي شكك في مصداقية الانتخابات ومسبقا يقول ثم تزوير. ايش معناها؟ معناها راي الهيئة العليا اللي المستقلة اللي هو جماعته هم اللي انتخبوها ووافقوا عليها، معناها باش يتم بالتزوير، حيث القضية مش بيني وبينه، قضية بينه هو وبين الهيئة العليا، وبينه هو وبين الاستقامة في التعامل مع الانتخابات. المحور الثاني: ما رأيك في خطاب منافسك؟ والله أنا آسف أنه يقول أنه 1,100,000 تونسي اللي صوتي لي هم من الإرهابيين. أنا آسف. تعرف في الانتخابات دائما ثم زلات. أنا أعترف بأنني قمت بزلات، لما مثلا قلت كلمة طاغوت، هذه كانت زلة لسان، ويعني اعتذرت منها وسحبت الكلمة. أنا كان بإمكان السيد الباجي قايد السبسي أنه يعتذر من 1,100,000 تونسي ويقول زلة، الناس كلها تغلط، ويعتذر أيضا من وقت اللي قال من بن عون الى بن قردان خشخش ارهاب. هذا ايضا كلام ما يتقالش. انا نعتبر اللي رئيس يريد ان يوحد التونسيين يلزم يحترم كل التونسيين، وهذا بالنسبه لي كان خطا، وكان بامكان السيد الباجي قايد السبسي ان يعتذر، وهذا كان يكبره مش يصغره. منافسك يعتبر انك تعتمد على مجموعات عنيفه ومتطرفه في حملتك، ووصفك بالمتطرف ويتخوف في صوره فوزك، يتخوف من التصادم بين رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية، والحكومة والأغلبية البرلمانية. يعني أنا متطرف، نعم، متطرف في الدفاع عن حقوق الإنسان، متطرف في الدفاع عن الحرية، لكن أنا إنسان مسالم، أنا إنسان دائما وأبدا أسعى إلى الحوار الوطني. وماذا بيا كان حضر هذاك الاجتماع نتاع القبة، اللي يعني كان اجتماع حافل، يشوف طيف الشعب التونسي كله موجود، يشوف من البنت اللي لابسه جين الى البنت اللي لابسه الخمار، الى يعني انا والحمد لله انا الوحيد الذي يعني اجمع الاصوات من كل الطبقات، من كل الجهات، من كل الشرائح العمريه، وهذا كلام يعني مردود عليه. ايضا فيما يخص التصادم مع الحكومه المقبله، انا قلت اكثر من مره أنني مستعد للتعاون مع هذه الحكومة، لكن لم أسمع السيد الباجي قايد السبسي يقول أنه رئيس الحكومة المقبل مستعد للتعاون معي. إذا أنا نعود نقول نطمن التوانسة اللي أنا إنسان مسؤول، إنسان نحب هذه الدولة تخدم، أنا موجود، نحب نترشح وننجح بالأساس باش يقع توازن ما بين السلطات، مش تصادم بين السلطات. التوازن بين السلطات هو اللي باش يحقق الديمقراطية. وأنا كرجل مسؤول أعد التونسيين أنني سأسعى بكل قواي أن يكون هناك تناغم وتفاعل مع الحكومة لمصلحة التونسيين.